عشان نبدأ الموديل هنمسك أيا كان الجزء. أنا ممكن أبدأ من البلان دي، ممكن أبدأ من الكيوب ده، الجزء اللي شبه المستطيل. هدوس Alt X عشان أشغل الإكس راي مود، وهدوس F4 عشان أشغل الإيدج مود. وده هيبقى النواة بتاعتي اللي هبدأ بيها الموديل. تمام، هحول البلانة دي editable poly. بعد كده هدوس 3 عشان امسك الإيدج، وبعد كده هعمل له سكيل. في حاجة ممكن نعملها عشان الشكل يبقى أوضح. خلينا نعمل unfreeze all. هعمل unfreeze all وهفتح الماتيريال اديتور من هنا أو M، وهمسك البلانة دي وأعمل ليها get from selected. هياخد لي الماتيريال اللي موجودة على البلانة، وهقدر إن أنا من هنا إن أنا أقلل الأوباستي بتاعت ل50% عشان أبقى شايف بشكل أفضل. هعمل لها freeze selection تاني، وكده هبقى شايف بشكل أحسن. تمام، هصغر الأوفر أول وهبدأ أكمل الموديل بتاعي. سويفت لوب، الفكرة في التوبولوجي إنك تخلي الموديلنج كواد على قد ما تقدر طول ما انت شغال. ليه على قد ما تقدر؟ عشان لما تيجي تعمل السب ديفيجن، لما تيجي تعمل السب ديفيجن ما يبقاش هو بيتعامل احسن في الكواد توبولوجي عن، يعني انا كده لما عملت شامفر هو ادي 1 2 3 4 انا لسه كواد، بس هنا انا ما بقتش كواد، ادي 1 2 3 4 5 6 ده طبعا مش كواد. فهضطر ان انا اسلايز الكلام ده كله نصين، كات في البلندر اسمها نايف. مبقتش كتير اوي. لو جيت قطعت هنا كمان انا اللي عملته ده عشان احافظ على الكواد بتاعي، ان انا زودت السب
في الجزء ده عشان احافظ على القواعد. كده لو نزلت من هنا هنزل على النص، وهنا شرحه. أنا كده فوق النص، هرجع ورا هدوس هنا عشان أمسك الإيدج، شيفت هقطع من هنا، شيفت واوصل لحد النص، وهنا نفس الموضوع. أنا أعتقد على 2. أنا بدل ما أعمل كده فخليني أعملها مرة واحدة، مرة هنا ومرة في النص، ومن النص هطلع بدي، وبعد كده هبدأ أضيق هنا وأخد بي لجوه كده. طبعا أنا هنا معنديش اللي يكمل، فأنا هكت من هنا لهنا وأفضل هو زي ما أنا. دول 5، وممكن أشنفر الجزء ده كمان. كده هقطع من النص ده، وهقطع من هنا. خليني الأول آخد الكيوب بتاعي، محتاج إن هو يظهر من هنا كمان. آخد كده المستطيل اللي هنا اللي هيبقى غائر لجوه. امسك الجزء ده. قبل ما امسك الجزء ده واخرجه لبره، عادي جدا ان انا اعمل اديت بولي كمان، عشان لو حصل عندي غلطات اقدر ان انا ارجع وامسحه، ما بقاش خسرت كتير. وهاجي من الزاويه دي كده وهعمل له بيفل في الماينس زد. لو دوست الت وانت بتحرك النمبر بتاعت المقاسات هتبقى ابطأ، لو دوست شيفت هتبقى سريعة جدا، فلو دوست الت هتبقى ابطأ، فهتقدر ان انت تبقى بريسايس اكتر. كده مثلا ممكن نمسك بالصفر ستيل. تمام، وارجع هنا تاني.
كولابس البوينت دي بالظبط عشان تبقى احمر، عشان ما يجيليش القطع اللي انا شفته ده. كده تقريبا اقدر ان انا اعمل الشكل بتاعي تاني. من هنا كده كده الشكل ده هيبقى من جوه مظبوط. تمام، هدوس 4 وبعد كده زي التاني بالظبط هعمل بيفل بنفس المقاسات، بس همسح الجزء اللي هنا عشان ده بتاع السيمتري. وهعمل هنا سبورت وهنا سبورت وسبورت هنا وسبورت هنا وسبورت هنا كمان، وده نفس الكلام، هنا سبورت وهنا سبورت وهنا سبورت. ومش هيكمل لأنه هو هيبقى ناقص، فهضطر إن أنا أكمله بالقط. ولا أنا مكنتش بعمل قط مقطع، لأن ساعات القط ممكن يحصل زي النقطة اللي احنا لسه مطلعينها بالكولابس، بتلاقي إن القط أنت عملت نقطتين بدل نقطة، أنت عملت نقطتين كده مثلا. كده دول وهعمل له ماشي سموز ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي. يعني ما عنديش معاه مشاكل ضخمة، بالعكس يعني شكله بالنسبة لي كويس. فهاجي احط له اديبولي كمان في الستاك، وهمسك اللوب كله ما عدا هدوس كنترول وانا على البوردر، هدوس كنترول وادوس على الايدج وهيفضل ماسك البوردر بس وانا على الايدج، فاقدر ان انا اعمل ديسلكت بالالت للاجزاء اللي انا مش عايزها تنزل معايا زي دول، عشان دول بيعملوا مشاكل في السيمتري فيما بعد. انا دلوقتي هنزل دول لتحت كده، وهعمل ايدج لوب هنا، وهعمل ايدج لوب هنا، هبص على مش اسمه شوف عندي مشاكل، ما عنديش مشاكل تمام. فهبدأ ان انا اكمل الموديل بتاعي عادي خالص. اطلع الشكل لفوق، واحنا عندنا زي ما قلنا ده الربع الاولاني. فانا هاجي هنا في الايديت بولي وهمسك الايدج
اللي عند السنتر هسنتر نفسي بالظبط. هو كده مش سنتر بالظبط، هو هسنتر نفسي بالظبط من هنا كده. سكيل وهشوف الاكس وهطلع يعني همسك الإدج وهقول له سيمتري، وهلف همسك الميرور، هفتح السيمتري وهمسك الميرور ايه المفروض يكون هنا. فأنا هاجي من الإيديت بولي هنا كده، همسك الجزء ده لحد ما يلحم مع الجزء التاني. ادي كده اول سيمتري معايا. طبعا هو لافف لان انا البلان اول البلان السيمتري لفه، لان الاكس فورم بتاع البلان اول ما عملت البلان لفتها عشان تاخد الكيرف ده، فبالتالي السيمتري بقى على اللوكال العكس بتاع اللفه بتاعت البلان. يعني انا لما جيت عملت البلان كده، هنفترض دول اتنين اهم. انا لما عملت البلان ادي اتنين بلانتين اهم. اول بلان انا قلت مثلا لففها كده عشان اخد الزاويه دي، فانا لما لفتها كده السيمتري اوتوماتيك عندي بقى لما انا ادوس سيمتري بقى على عدله البلان في اللفه بتاعتها هنا كده. فلما اعمل سيمتري بقت هي واخده اللفه الغريبه دي، عشان كده لما جيت اعدل اضطريت ان انا اعدل كده. يعني انا عدلتي مش بس كده، لا انا عدلتي كده. في حين ان انا لو جيت عملت سيمتري عادية خالص على البلان اللي معايا هتبقى قدامها عادي خالص من غير لف ولا اي حاجة. حبيت بس اوضح النقطة دي عشان ايه لو حد ماشي ورا الخطوات ما يتلخبطش. وهعمل سيمتري تاني بعد السيمتري ده. هيكون لافف برضو لان هو لسه على نفس لفة البلان، وانا مش هعمل اكس فورم لان انا مش محتاج الاكس فورم دلوقتي، لان الموضوع مش معقد قوي لان انا هعمل اكس فورم دلوقتي على الاقل. فانا كده عملت الشكل بتاعي، وبعد كده هقول له مش سموث، وابقى كده عملت الجزء الاحمر. ممكن ازود السب، انا كده ممكن عملت الجزء الاحمر. في طبعا هنا مشكله، يعني هنا في مشكله في الإيدج خلينا نحلها. اوكي انه مش مسنود يعني. اوكي انا اسف، في حاجه عملتها غلط وانا شغال. اوكي ماشي. هاجي هنا على الإيديت بولي تاني، سوري، اعمل له كونكت. انا عملت له converted to editable volume، هو كده الدنيا باظت خالص. بس كده المشكلة اتحلت، مبقاش فيه المشكلة كانت في الجزء ده. وهعمل له من هنا هغير اللون بتاعه، هخليه مثلا أحمر عشان كده أبقى مثلا أنا خلصت الجزء ده. وهاجي من هنا كده قبل الإيديت بولي ده همسك البوردر كله تاني ارفعها لفوق حاجة بسيطة قوي، وبعد كده ممكن حب كمان، وبعد كده همسك الجزء ده كده اللي ناحية الكيوب، في حاجة غلط.
البوردر مش ممسوك كله، مش مشكلة، همسكهم كده شوية. واحد بيحس وهو شغال في الموديل إن الدنيا بتبوظ فبيحاول يتدارك الموقف. وهنزل بده كده، خلينا ننزل بده كمان. وعموما الجزء ده دايما بيبقى رابر، وهو محاوط يعني هو محاوط بالشكل العام بسبب ان هو انا عملت كده السيمتري ده والسيمتري ده، هعمل سيمتري كمان غريب ملفوف زي ما اتعودنا، بس في الزد عشان يبقى تحت، بس في الزد مش هيبقى ملفوف عشان يبقى على عدلته. وهفتح الميرور بتاعه، يا كتير اوي. اوكي، هفتح الميرور بتاعه ويبقى بالشكل ده.